تعالوا نعمل مع بعض احلى برجر في البيت. طريقته سهلة جدا وطعمه بجد تحفة. ازاي يطلع معاكم جوسي كده ومش ناشف وحلو قوي. عايزه اقول لكم طعمه احلى بكتير من اللي بنشتريه من بره. كفايه ان احنا ضامنين اللحمه وعارفين مصدرها. تعالوا بقى نشوف هنعمله ازاي. اول حاجه معايا نص كيلو من اللحمه المفرومه، ولازم اللحمه المفرومه يبقى فيها نسبه دهن. نسبه الدهن دي مهمه جدا يا جماعه علشان البرجر بتاعي يبقى جوسي وما ينشفش معايا. بحط بقى على نص كيلو اللحمه ده نص معلقه صغيره من الملح ونص معلقه صغيره من الفلفل الاسود وبس يا جماعه. مش هحط اي توابل تاني خالص. انا جربت كل الطرق وجربت اللي بالتوابل وجربت كل حاجه بجد علشان يطلع معاكم طعم برجر حقيقي. ما تحطوش غير ملح وفلفل اسود بس. قلبتهم مع بعض كويس قوي. انا ما عجنتهاش، انا قلبتهم بس لحد ما اختلطوا كويس. وهبتدي اقسم من نص كيلو ده على 5 كور زي ما انتم شايفين. السمك بتاع البرجر بيبقى مناسب بالنسبه لي، بيبقى وسط. لو عايزينه سميك اكتر فاعملوها على 4 بس. انا استخدمت القالب بتاع البرجر ده، موجود في اي سوبر ماركت كبير او كمان محلات الادوات المنزليه، وسعره مش غالي خالص. بس طبعا متوفر، ممكن تستخدموا غطا اي برطمان عندكم او حتى تشكلوه بايديكم عادي جدا. انا جبت كيس سندوتشات قسمته بالطول كده نصين. ابتديت احط الكوره بتاعه البرجر كده زي ما انتم شايفين وفردتها كويس قوي وقفلت عليها الكيس. وبعد كده بالمكبس بقى بتاع البرجر بكبسه كده علشان ياخد الشكل والخطوط اللي هي بتاعه البرجر بالظبط. بصوا بقى شكله تحفه ازاي، بجد شكله زي الجاهز بالظبط. عملت ال5 بنفس الطريقه، احطهم في التلاجة لحد ما اجهز باقي الخطوات. مع بعض المشروم بالبصل المتكرمل. بجيب طاسه على نار متوسطه، احط فيها معلقتين كبار من الزيت، واجيب بصل يكون متقطع شرايح كده زي ما انتم شايفين، شرايح بالطول. الاحسن نستخدم البصل الابيض عشان بيتكرمل وبيبقى مسكر وحلو قوي. رشه من الملح والفلفل الاسود، وزودت الفلفل الاسود شويه بيبقى حلو قوي. اول ما البصل اتكرمل معايا وابتدى يغير لونه، ضفت له حوالي 200 جرام من المشروم انا مقطعاه شرايح كده زي ما انتم شايفين، وقلبتهم مع بعض كويس جدا على نار متوسطه لحد ما المشروم بتاعي استوى وبقى حلو قوي زي ما انتم شايفين كده. هنعمل بقى مع بعض صوص حلو قوي وبجد سهل جدا. عندي 4 معالق كبيره من المايونيز، عليهم معلقتين كبار من الكاتشب ومعلقه كبيره من المستردة. وبعد كده هضيف عليهم ربع معلقه صغيره من الثوم الباودر والبصل الباودر وكمان البابريكا المدخنه. دي يا جماعه انا بجيبها من الحاجه عارفه، هتلاقوها عند عطارين كتير. لو ما لقيتهاش حطوا بدلها معلقه صغيره من صوص الباربيكيو. وفي الاخر خالص بحط رشه من الملح والفلفل الاسود واقلب بقى. الصوص ده تحفه وبيدي طعم حلو قوي ومدخن كده للبرجر. انا بحب قوي العيش بتاع ريتش بيك لانه بيدي نفس الشكل بتاع البرجر بتاع بره بالظبط. جبت طاسه على نار تبقى متوسطه، حطيت عليها معلقه صغيره كده من الزبده، وهبتدي احمص العيش بتاعي. ويا جماعه الخطوه دي مهمه جدا بجد، بتفرق جدا في طعم البرجر. لازم احمره على نار متوسطه علشان ياخد اللون اللي انتوا شايفينه ده. لو على النار عاليه قوي هيتحرق منكم ومش هيديكم التحميصه الحلوه بتاعه العيش. بمسح الطاسه بمناديل مكان العيش وبخليها نظيفه خالص. وبعد كده بحط يعني معلقه صغيره قوي من الزيت كده، وابتدي انزل بقى بالبرجر بتاعي. وهنا النار لازم تكون عاليه على اخر حاجه يا جماعه، لان لو النار مش عاليه البرجر هينزل ميه وهينشف معاكم جدا. لازم النار تبقى عاليه جدا. حطوا البرجر وتضغطوا عليه كده وتديله رشه من الملح والفلفل الاسود. واول ما تتاكدوا ان هو خد لون من تحت تقلبوه الناحيه التانية. بلاش تتسرعوا ان انتوا تقلبوه على طول من غير ما ياخد اللون اللي انتوا شايفينه ده. عايزه اقول لكم ريحته تحفه يا جماعه بجد حلوه قوي. برده بدي رشه من الملح والفلفل الاسود على الناحيه التانية. واتفرجوا بقى على جمال البرجر، ما بياخدش وقت خالص. تخلوه على النار كتير قوي علشان ما ينشفش منكم. وهو بس مجرد ما ياخد لون من ناحيتين بالشكل ده خلاص كده هيبقى جاهز معاكم. خلصت كل الكميه وهديت النار بتاعتي، وابتديت ان انا ارجع البرجر تاني واحط عليه شرايح الجبنه بتاعت البرجر دي موجوده في السوبر ماركت. وسبته بقى لحد ما الجبنه ساحت معايا. والنار هنا يا جماعه بتبقى اقل شويه من المتوسطه. وبس كده كل حاجه جاهزه معايا. هبتدي بقى اكون الطبقات بتاعتي. بحط اول طبقه طبعا من العيش، وبعد كده يا جماعه بنحط الصوص ده. الصوص ده اكتشاف يا جماعه بجد تحفه. خدوا سكرين شوت ليه، جيبوه من اي سوبر ماركت ومش غالي خالص. جيبوا اللي مكتوب عليه تكساس برجر.
بجد طعمه تحفه. هحط بقى منه شويه كده على العيش بتاعي، وبعد كده بجيب شويه من الخس انا مقطعاه كده علشان ما يضايقنيش وانا باكل، ما بحبش احط القطعه كامله. وبعد كده بحط قطعه من البرجر، وكمان بقى المشروم بالبصل المتكرمل اللي احنا عملناه مع بعض، واضغط كده البرجر بتاعي. اتفرجوا بقى على جمال الساندوتش، بجد شكله تحفه. اي حد هيشوفه كده مستحيل يقول ان ده معمول في البيت، وشكله احلى كمان من الجاهز. عملت واحد بقى دبل، جبت برضو العيش وحطيت صوص التكساس برجر، وبعد كده حطيت شويه من الخس، وبعد كده البرجر بتاعي، وجبت بقى كمان قطعه تاني من العيش بس اللي هي القطعه اللي من تحت، وحطيت الصوص اللي انا عملته معاكم وشويه من الخس وكمان قطعه من البرجر تاني، وقفلت بقى الساندوتش بتاعي وضغطت عليه كويس كده. واتفرجوا بقى على الساندوتش، شكله تحفه يا جماعه بجد وطعمه فظيع. هفتحه لكم بقى من جوه. شايفين بقى اللحمه مستويه وجوسي جدا وتحفه ازاي. اديكوا شفتوا قد ايه هو سهل وبسيط. وبجد انا لما ما بلاقيش وقت اعمل اكل بعمل لاولادي البرجر في البيت. مستحيل اكلهم برجر من بره وانا مش عارفه مصدر اللحمه ايه. جربوه، انا واثقه جدا ان هو هيعجبكم. وطبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، واشوفكم على خير في فيديو جديد.